بقولك ايه، هل في امل ان احنا نقدر نحوش حاجه من المرتب؟ خلاص مفيش داعي تتكلم، الإجابة وصلت. بس أنا في الفيديو ده هساعدك. قبل حتى ما تمسك مرتبك اعمل خطة 60-30-10. سمعت عنها قبل كده؟ التكنيك ده ظريف وأثبت فعاليته مع ناس كتير جدا. ببساطة أول ما تجيلك فلوس هتقسمها 60% التزامات زي فواتير، كهرباء، مصاريف الأولاد، الأكل والشرب، كل الحاجات الأساسية. هنيجي لل 30% التانيين هنقسمهم 20% استثمار، ذهب بقى، بورصة، أي حاجة تحب تستثمر فيها. وما تنساش التنويع اللي دايما بننصحك بيه. ال10 الباقيين ممكن تحوشهم. نوصل بقى لاخر 10% من دخلك، دول بقى تصرفهم زي ما انت عايز، فسح بقى، خروجات، سفر، ممكن ما تحرمش نفسك. وحاول تكتب كل اللي صرفته، يمكن تلاقي بنود ملهاش لازمه، وممكن طبعا تعدل كل النسب اللي قلنا عليها بحيث انها تناسب دخلك وظروفك. بس قبل كل ده لازم يكون في مبلغ للطوارئ على جنب يكفيك من 3 ل6 شهور، علشان لو لا قدر الله حصل اي ظروف استثنائيه او دخلك وقف.